بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فأرحب بكم مشاهدينا الكرام أجمل الترحيب في مستهل هذه الحلقة من برنامج ناشئ في رحاب القرآن. في هذه الحلقة من برنامج ناشئ في رحاب القرآن نلتقي الحافظ عبد الباري عبد الرحمن العلمي. عبد الباري، أرحب بك في برنامج ناشئ في رحاب القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا. عبد الباري، تعرف بنفسك وبعمرك وبالبلد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين، وبعد. أنا عبد الباري عبد الرحمن العلمي من الصومال، عمري 17 سنة، بدأت بحفظ القرآن الكريم وعمري في 7، وأنهيته وعمري في 10، ولله الحمد والمنة. ما شاء الله، 3 سنوات. نعم، خلال 3 طيب عبد الباري، في أي أوقات كنت تحفظ؟ كان الحفظ عندنا لم أكن أدرس المدرسة، فبدأت بحفظ القرآن من الصبح وحتى بعد المغرب. من الصبح حتى المغرب؟ يعني حتى المغرب. ما شاء الله. طيب هذا استمر إلى سن 10؟ هذا استمر 2 ثم كانت السنة الثالثة تثبيت القرآن يعني. ما شاء الله. 2 أكملت القرآن ولله كاملا. الحمد. طيب عبد الباري، لما كنت تحفظ في البيت، كنت تحفظ في المسجد؟ كنت أحفظ في المركز عند الشيخ الذي يحفظني، ثم حينما أعود إلى البيت كنت أراجع مع الوالدة والوالد بحكمهما يحفظان أيضا القرآن الكريم. الوالد والوالدة كلاهما يحفظ القرآن كاملا. ما شاء الله. طيب من كان أكثر واحد يدفعك إلى حفظ القرآن الكريم؟ الوالدة حفظها الله، كانت أكبر التشجيع، كان أكثر الدور لها، وأيضا بعد ذلك يأتي الوالد أيضا كان يحفزني، وكان يضع لي الجوائز بعدما أختم كل جزء أو جزئين أو شيء من هذا، وكانت الوالدة تحفظني في البيت. عبد الباري، الوالد والوالدة عندهم منهج مراجعة لأنفسهم ثابت لمراجعة القرآن؟ الوالدة تراجع، لكن كمنهج لا أعلم، لكن الوالد بحكمه إمام في المسجد فإنه يراجع تقريبا 3 أجزاء في اليوم. ما شاء الله، 3 أجزاء. عندك أحد من إخوانك يحفظ القرآن يا عبد الباري؟ ولله الحمد، لي 4 من إخوان، 2 أكبر مني و2 أصغر. يعني ما شاء الله العائلة كلهم حفاظ. ولله الحمد. ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا يا عبد الباري. عبد الباري، أيضا تحفظ، يعني بعد انتهيت من حفظ القرآن توجهت إلى متن الشاطبية. وين وصلت في متن الشاطبية؟ اي نعم، بعد أن ختمت القرآن الكريم حفظت بعض المتون، منها الجزرية وتحفة الأطفال وكذلك. الآن أنا في قبل 2 تقريبا بدأت بحفظ الشاطبية، الآن أصل إلى سورة المجادلة، وفي المراجعة سورة العنكبوت. ما شاء الله. طيب انتقلت أيضا إلى الصحيحين؟ ولله الحمد. أيضا تحفظ من الصحيحين؟ أحفظ الصحيحين، الآن أنا في الجزء الرابع ولله الحمد. ما شاء الله. وفي بالك متى تكمل بإذن الله تعالى؟ بإذن الله. نحن عندنا ولا ترك على البركة؟ عندنا يعني منهجية نمشي عليها في إحدى المراكز هنا في الدولة، ثم إن شاء الله خلال الدورة القادمة سأختم بإذن الله تعالى. وانتقلت أيضا إلى الروايات الأخرى بعد أن انتهيت من رواية حفص؟ نعم. تقرأ قراءات؟ ولله الحمد، أفردت قراءة عاصم وأيضا قراءة ابن كثير على شيخنا طاهر حفظه الله، أيضا لا أزال مستمر في جمع القراءة الآن. ما شاء الله. طيب قبل أن نسمع منك شيء من القرآن، عندك نصيحة توجهها لأقرانك ممن يحفظون القرآن أو الذين يريدون حفظ القرآن؟ أنا أنصح الشباب وخاصة الذين هم في مثل أعماري أن يتوجهوا إلى حفظ القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم مفتاح السعادة ومنشور الريادة، ولأن الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والواحد لا ييأس ولا يعجز، بل على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم مصالحه، والقرآن الكريم أعظم شرف في الدنيا وفي الآخرة. جزاك الله خير عبد الباري. تسمعنا شيء من التلاوة يا عبد الباري؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاك الله خير يا عبد الباري على هذه التلاوة الطيبة، وطيب الله أنفاسك. كذا المشاهدين والمستمعين الأكارم، إلى لقاء جديد وحافظ جديد من حفاظ كتاب الله عز وجل. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، نشكركم على حسن الضيافة، أحسن الله بكم. جزاك الله خير يا عبد الباري.